بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، فقد ورد في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه جمع بين الظهر والعصر تقديما في غير سفر ولا مطر، فسئل عن ذلك فقال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه نقل هذا العمل وذلك السلوك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال إن رسول الله فعل ذلك لئلا يحرج أمته. ديننا يمنع الوقوع في الحرج، وآيات القرآن تدل على ذلك بوضوح كامل: وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولو شاء الأخ الكريم أن يؤذن لكان من حقه أن يخرج من الجلسة ويذهب إلى المسجد على بعد خطوات ويؤذن، ولن يمنعه أحد من ذلك. ولو أنه ذهب في الظهر وأذن وصلى الظهر والعصر جمعا مع قصر لأنه مسافر أو مع دون قصر لأنه مقيم، لكان ذلك جائزا بلا شك، استنادا على هذا الحديث الشريف. وأنا شخصيا الجلسة بدأت الساعة 1، يعني كان الظهر أذن والناس اللي عايزين يصلوا صلوا. أنا شخصيا صليت الظهر والعصر قبل أن آتي، وكثيرون من الحاضرين فعلوا ذلك، فلا أرى ما يدعو للأذان الآن، لا أرى أن ذلك له مبرر، والله أعلم. شكرا.